بعد ما ربح المنتخب المغربي وتأهل للدور ال16، فقلت لاحتفل انا الثاني على طريقتي وانطلق لجرب الدايت المغربي. بلشت اول شي بالطاجين وفتت فوتي بعدين بالكسكس المغربي، ونهيت هالوليمة بالمحالي المغربية، شاي المغربي وعسلة معيات الطيبة بالزاف. ولا نهضم كل هالاكل نهيناها بالشاي الصحراوي ويعيشكم بالزاف. واحد النهار جا عندي واحد 3 ديال الشبان من اصل سوري، لان السيده اللي خدامه معايا هي اللي سرباتهم في الطبله. دخلوا في النهار اللي كان لعب المغرب ضد البرتغال، هما تفاجئوا ان المطعم كان خاوي. سولها قال لها المطعم خاوي، قالت له لا راه عندنا واحد القاعه كندوزوا فيها الماتش ديال الكره وراه كاينين تقريبا 100 الناس كيتفرجوا تما. وجاو كلاو وقال لها واش يمكننا نصوروا، حنايا كنعرفوا بنوعيه المطبخ، هذا المطبخ لبناني سوري عراقي، هذه حنايا جينا دابا عندكم مغربي وبغينا نصوروا هنايا. اوكي ماشي مشكل، صوروا وكلاو كلشي عادي ومشاو. موراها واحد 3 ديال السيمانات جاو رجعوا بغاو يجلسوا في نفس الطبله اللي جلسوا فيها المره الاولى، وهي الطبله ديال 4 الناس، لان المره الاولى جاوا ب4، هذه المره جاوا ب2. جلسوا دومونداو وكلاو كلشي مزيان، خلصوا عاوتاني مشاو في حالهم. بعدها انا كنتفاجئ واحد الاسبوع هو انه حط هذا الفيديو في تيك توك. الفيديو الاولى خدات 1,000,000 ديال المشاهده، هذا الفيديو حطها عاوتاني في تيك توك، نفس المكان نفس السيد اللي كيصور، قال لك اكل جزائري.